السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي هذا بأتم الصحة والعافية والنشاط والحيوية أينما كنتم. شكرا لكم على تعليقاتكم، على البارتاج ديالكم، على اللايك ديالكم، جزاكم الله كل الخير. وما زال طامعة في الكرم ديالكم في اللايكات والبارتاج والتعليقات ودوبلو التعليقات واللي شفتوا يلائم ان هذه القناه تطلع ديروا لي، جزاكم الله كل الخير من القلب خالصه. ندخل دغري في الموضوع. والموضوع طبعا هو موضوع الساعة، موضوع جمال، موضوع هذوك العصابة نقولها ويعني بكل مسؤولية، دوك العصابة اللي تيترأسهم هذاك الشروالي اللي فعلا أنا لاحظت اللعبة منين بدات ومنين سالات. غنقول لكم اللعبة منين بدات بعد اللايف ديال 33,000 واحد اللي خرج جمال وخرج الحسنية، فهمتوا، وقردهم قدام العالم ودار لهم بحال شي، يعني كيف غادي نقول لكم، وفي الكوميساريه ولا في دابا الفرقه الوطنيه ما تيديروش الناس بحال اللي دار لهم في داك اللايف. المهم من بعد ما داك اللايف هذا وتفضحوا، وخليني من ديك الخرجه اللي خرجوا اللي كانوا مع سميره اللي في الافتتاح ديال المحل ديالها، وخرجت طاطا بديعه وقالت لهم كذا، والخطوبه ما الخطوبه، واش كاين شي خطوبه في الزنقه في افتتاح ديال المحل حتى صدقوا الناس جوج الناس يتخطبوا؟ هذاك شي بحال عاد الدراري وصافي. خلينا ندوزوا على هذيك، ما يقولوش، ما يخرجش هذاك حنطويل ويقول لكم الخطوبه راه تخطبوا في الزنقه، داك التخرميج. واش هذيك خطوبه؟ على العموم ولا الراجل واقف مع الحسنيه ومع كثير ديال الناس، تجي طاطا بديعه ما فراسها ما تعاود. طبعا انا راجل مجواج وان هذا الشيء غادي يوقع، كل شيء تيقول ان الحسنيه وجمال موالمين بعض، تيبانوا جروب زوين مع بعض، ما عرفياش هزات يدي قالت لهم صافي دابا غير علنوا الخطوبه ديالكم، راه زعما كاينه، فهمتوا. سبحان الله بوجديه نطقات لان مجوجين، تيقول لك مجوجين في السماء عند الله. نرجع من بعد ديك الخرجه ديال 33,000 اللي من بعد كيمشى، وكان طبعا كان في فرنسا، واللي بقى تيقول لها ياك الحسنيه يعني بدلتيني بما عرف بهذاك زعما داك قلوشي، زعما كيجاب الجاب بطريقته الخاصه. على العموم من بعد شويه كيشاف ديك شي ماكلاش معاه وسميتو وشاف انه تزوجها، نتحداك تزوجها عندك، راه هذاك الشيء كله نتوما انا راه جاياكم، غير خليكم معايا الفيديو، راه ماشي تنطولوا ولا هذه باش زعما كاينه تبقاو حتى الاخر، لا غادي نقول لكم دابا شنو كاين بالاسترسال. يعني كل نقطه غنقولها مهمه جدا، وعلاش تنقول هذه النقط؟ لانهم هما اللي غادي يخليكم تعرفوا شنو هادشي اللي غنقول من بعد. هادشي اللي غادي نقول من بعد مهم جدا. من بعد ديك الوقت اللي كيبقى تيقول التفاحه المفرقعه الخامجه وتيخرج تيضرب في الحسنيه وتيضرب في جمال وتحداك تزوجها، والقنوات تيخرجوا تيقولوا نحداك تزوجها، الا تزوجتيها انا انت يلا ما عرفياش، وعندك وتيحاولوا يحفروا باش الحسنيه تبعد وتوخر، عندك جوج بنات وعندك ما معترفش بهم وما مقيدهمش مع بنت خالتك في العروبيه. هنا عرفوا انه انا جيتكم سيهم حنطوي السروالي بدا تيبحث وهو عارف، راه كان قال له من قبل راني مجوج. دابا شنو هو قال؟ انه مجوج وبنت خالته، ولكن بقات في مخه او شي ناس بقات في مخهم انهم مجوجين وما دايرينش القاغيط وناكر، فهمتي؟ وحيت هو راه 6 سنين وهو دابا فين مشى؟ هذا اللي جاب له المعلومات، جاب له 6 سنين الاولاد المعلومات، 6 سنين اللي شنو 6 سنين اللي كان جمال فعلا مع مجوج السيده المرحومه سعاد، وولدت معاه البنت الاولى، ومن بعد 6 سنين باش عاد داروا القاغيط باش قدروا يدخلوا البنت الحاله المدنيه. هذا علاش داروا هكاك وكيفاش داروا هكاك؟ اولا لانها كانت صغيره في السن، هو تزوج على 17 وهي على 15، ما بيناتهمش بزاف فرق السن، عام ونص ولا عامين، هذه وحده يعني، لا هو كان في سن الزواج ولا هي كانت في سن الزواج. من بعد كي داروا لهم ديك الفاتحه طبعا قبول العائلتين وداك الشيء كيتزوجوا، وطبعا حملات البنت ولدات. ايوا علاش ما كتبوش الكتاب اول ما داروا بجوج 18 عام؟ هذا جمال اللي خصو من بعد ما يتفك مشكلته وان شاء الله تبان براءته 100% او 1000%، غادي يقول لكم علاش، وفيه شرح لكم علاش ما كتبوش الكتاب، لان هذا علامه استفهام وتعجب كبيره. انا ما فهمتش علاش. عموما هنا بدا قلت لكم تيبحث هذاك السروالي باش يوصل الخبار
يوصل الخبار لسعاد الله يرحمها. طبعا شكون فين مشى بحث في الوالدين ديال هاد، فهمتي، في شكون والديها، شكون تيعرفها، شكون داكشي صغير. راه شوفوا القنيط راه صغيره، الغربه ولا ما عرف كلشي راه صغير، غير سقسي غادي ديك حتى لحدا فين داكشي اللي بغيتي. وصلوا للوالدين، وصلوا للاخت، راه عندها واحد اختها راه فين تخدم، وراه والديها كبار، وراه الا بغيتي تهضروا تهضروا مع الخت، راه هي اللي عندها احتكاك. ما تنساوش واحد الجاره عندهم راه واحد البرقاقه، هادشي راه حتى من بعد الوفاه بقات توصل الخبارات. اذا هذا تيبرقق والاخر تيبرقق، ووصل لداكشي اللي بغا، بحال داكشي اللي هز قلوعو مشى قال لك تنقلب على لبنينو، تنقلب عليها شنو كانت دايره في حياتها قبل ما تزوج، سميتو انها كانت كذا وكانت كذا، وباغي يمشي يبرهن لنا انها كانت انفصاليه، كانت عاهره، كانت مبرين منها الاهل ديالها وكذا وكذا. نرجع دومي تور فين كنت، ونقول لكم انه وصل في النهايه. هضروا مع الاخت ديال سعاد، وولات سعاد طبعا التليفون باساتو لها. علاش قال لك 3 شهور باش دات لها التليفون؟ دات لها التليفون 3 شهور باش داك التليفون تقدر تهضر مع الجمعاوي ومع الجروب ديال باش يوصلوا لها. غير انه جمال شرى لها تليفون مراته ولا ما شرى لهاش، عندها تليفون ولا ما عندهاش، ما كانش محتاجه، كان التليفون ديال الدار هو اللي تستعمل، اللي هو ديال يا الام ديال جمال يا ديال الاخت ديال جمال. فهمتوا؟ بما انهم كلهم في الدار متواجدين في الدار تقريبا مع بعض على طول. فهمتوا؟ هذه ما غاديش نبحث في شرى لها تليفون ولا ماشي ولا ما شرى لهاش. هذاك الشيء عاوتاني جمال يشرحوا لكم. انا تنقول لكم كيفاش وصل الجمعاوي والجروب ديالو لسعاد، ووصلوا لها الخبار، وصلوا لها الفيديوهات، وصلوا لها. قالت لك راه خط سعاد الله يرحمها، قالت لك شافت كل شيء، شافتهم هما في وقت الخطوبه اللي بغاو يديروها خطوبه بزز كل واحد. فهمتي؟ ديك الخطوبه اللي بغاو يديروها بزز كل واحد، بحال قلت لكم ديك الخطوبه اللي بغاو يردوها خطوبه بزز، علاش باش فهمتي؟ باش يبينوا لسعاد الله يرحمها انا شوفي في الشارع راجلك عينك واقف مع وحده شاد لها في يديها، وعلنوا الخطوبه. ويمكن كاع داك الحشد اللي كان ديال الافتتاح ديال سميره المحل ديالها خلاو انه لا هذيك راه الخطوبه، وشوف الناس خارجين من الصاله ويشرحوا لها شي حاجات في شي لقطه من فيديو اللي بغاو، ويقطعوا لها اللي بغاو ويوصلوا لها اللي بغاو، انها ردوها فعلا خطوبه ديال بصح، ماشي انه افتتاح ديال سميره وديال داكشي. المراه مسكينه ما تتفرج ما تتكذا، الا كان فعلا انها ما تتفرج او انها عادي تتفرج، وانها فهمتي انها هذيك بحال تفاجات، بحال اللي تفاجئ جمال، بحال اللي تفاجات الحسنيه بديك الوقفه ديال طاطا، وديال انها دارت لهم اليد في اليد بعض، وقالت لهم دابا خصكم تعلنوا خطوبتكم حتى العين وانتم غتبقاو يعني ما حتى العين غتبقاو ما يعني هكا. فهمتي؟ صافي راه كل شيء تيقول ان حسنيه وجمال لبعضياتهم. هنا بدا الكونتاكت، هنا بدات الخواض، هنا بدا الضغط على سعاد. هنا وانا نقول لكم اجزم ب 70-80% انه قالوا لها خرجي قولي لهم انا مرات جمال، وري لهم ولادك، وخرجي القنوات، راه كاين قنوات ديال الرطب وديال فلان وديال فرتلان، خرجي لعند هذا، خرجي قولي انا راه في مراته، وانا راه كذا، وانا وراه كيف هو غيخطب وانا مراته، وكيف هذا الشيء اللهم هذا منقار، انا ما موافقاش، وراه كذب عليكم، وراه خلوض عليكم، وراه دار لكم، وبغى يدير داكشي اللي دار مع اقول لكم مع هذا الام يسرى، ما نقولش اليوم عندهم نفس الاسم، غير وحده مزنزنه خرجات وفتحت بنتها وفتحت عرض بنتها، ووصلت انها فعلا وصلت بقى لها غير شويه وتنتحر، ووحده فعلا انتحرت. هما جوج سعادات وبجوج عندهم بنات، وبجوج شوفوا سبحانك ربي، وبجوج البنات الكبار عندهم سميتهم يسرى. ودابا شوفوا تخيلوا المنظر، غير وحده قلت لكم رأف بها الله، وعندها وعائله شدات فيها، وجات اختها في الوقت المناسب وشدات في اختها وداتها للطبيب، ولا رفعت لها معنوياتها، ولا قالت لها، ولا صافي طاكات على اختها ملي شافت ان هذاك بدا يستغلها. خصوصا ما تنساوش ان سميره ماشي سهله، سميره قابطه اللي قابطه، وهنا تدخلات سميره في الوقت المناسب. اولا تصالحت باش تصالح مع اختها، ثانيا شوف راه كلشي مرتبط مع كلشي، الفرقه الوطنيه، فهمتوا؟ وثاني شيء
تصالحات قلت لكم مع اختها، ثاني شي طلعوا بجوج القناه، ثالث شي سلات اختها بالحال الشعره من العجين من السروالي، من الشروالي، سلات اختها بحال الشعره من العجين. وما راه كان واحد الوقت كنتي تشوف الوجه ديال ام يسرى الجوهره، كنتي تشوفها المراه صافي، المراه وجهها ما بقاش وجه، عينيها تقربوا شواربها تمصوا حالتها حاله، يعني شويه كانت واصله فعلا حتى هي دير شي حاجه بحال اللي دارت الاخرى. وهذا اللي وصلوه، المراه ما بغاتش تخرج للسوشيال ميديا، ما بغاتش تطلع معاهم، ما بغاتش توري بناتها، ما بغاتش تفضح براجلها العشره ديال 15 عام ولا ما عرف ديال 12 عام ولا شحال هما مزوجين. فهمتوا؟ هذاك الشيء كله رفضاته. بدات من هنا اختها تضغط عليها، لا وديري له كي غيتزوج عليك، انت ماشي مراه، غتبقى ديما ساكته، غتبقى ديما راك عندك معاه جوج البنات، شوفي بعداك بشحال هو مزوجك، عاد دار لك الخغيط هو بشحال وانت معاه وكذا، شو حتى كذا ما داير لك، التفاعل ما داير لك. والراجل يلاه 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 ملي مشى سيدي عدي يلاه بدات تتهب عليه شويه النعمه ديال السوبر شاطات اللي كانوا مع هذاك تيتجمعوا وتيضربوا في محبوبه، اللي هو فعلا جمال ندم على داك الشيء اللي كان تيدير في ذاك الوقت ديال محبوبه، واعتذر وكذا. داك الشيء كله ماشي ما غينفعش. يمكن عنده واحد المسار بالنسبه يعني القضيه كلها كيمشربكه وكيتخيطات وكيدارت، ولكن عموما نرجع انا نقول لكم القصه ديال باش هاجت المرحومه او الله يرحمها وما بقاش مستحمله. راه ماشي من الزواج ديال سميتو، راه ماشي من الزواج ديال راجلها بوحدها هو اللي خلاها تنوض تنتحر. فهمتوا؟ الا كان انتحار الا كان انتحار، بل الضغط اللي جا من هذاك الشروالي ودوك الناس اللي كان تيصيفط لها، وهذوك الناس اللي صيفط لها وبينوا من بعد الوفاه ديالها مشاو لعند الام ديالها وعند الاب ديالها والاخت ديالها، راه ماشي اول مره تيمشيو تما. باش نقول لكم لا، بل عارفين البلاصه والريزو ما تيشادش، وكانهم كانوا تيهضروا من فرنسا تيهضروا مع العائله باش عرف قال لك الريزو راه فعلا ما تيشد، لان كنتي تهضر مع الاخت ديالها تماك كي تكون تما كما تتكونش في كازا، او تتهضر مع الام ومع الاب وديروا فعلوا تركوا وتترتب هذاك السكوت اللي جيتي وسكتي وسقلتي حتى تفاجئنا بموت ديال ديال سعاد. راه ومن بعد كي تفاجئنا بالموت سعاد بدلتي المسار، مشيتي جبرتي لك مادين، مشيتي لالمانيا، مشيتي دخلتي عاوتاني تلهي الناس وتلهيهم وتنسي العالم كله في انه كاينه شي حاجه سميتها الحسنيه وجمال، حتى ان واحد الركود واحد السكوت حتى تنتفاجئوا وتلهينا في اكرام بالله نوفا وداكشي تنتفاجئوا اشنو العائله ديال جمال وانتوما خارجين باللايفات. كنتو تيصحاب لكم راه غادي من بعد توفات السيده، راه غادي من بعد غادي تقبط جمال، قلتو غادي نسقلو المراه سكتات صافي ماتت غادي نسقلو ما غاديش نهضروا. حتى تفاجئتو جمال حار تزواج ودار العرس وغاديين وجايين ما كاين حتى مشكل الحمد لله، كل الدنيا بخير ما صافيه وزينه. كيفاش راه قلت الاخت نوضي ونشري دوك الصور اللي عندك اللي كانت صيفطات لكم، لان راك انت كنتي تقول لها كي وصلات انتحرت هذا انت اي خطوه مشات سمعتوها بلي انها تتوفى، راك التليفونات صوري اي حاجه صوريها وهي تتموت، صوريها بين يد ما صوريها بين يدك، ديري فعلي جيبي تصاور ديري تصاور، راك عاطي خدام لاطاك. فهمتوا؟ هنا الاخت وانتوما عرفتوا باللي هي غادي تنتحر. علاش؟ لان كيطلع لها الخز، المراه طلع لها الخز في الراس وما جبرات من تلقاها من الراجل اللي غادي باغي يتزوج. فهمتوا؟ واللي ضغطوا عليه وخصو يتزوج وينقد الحسنيه طبعا حتى هذيك راه بنت وبقات فيه وعنده قلب وشوهتوها وبدلتوا بها وما شاف منها غير الخير ونقداتو منكم، او المراه ديالو اللي ما بغاتش تعطيه الموافقه، يعني هي غتلقاها منكم من الزواج ديال راجلها ما بغاتش تعطيه الموافقه، ولا منكم اللي بغيتو تضغطوا عليها باش تخرج باش تفضح باش ديروا داكشي اللي ما بغاتش ديروا لكم، ما بغاتش تخرج للسوشيال ميديا وديروا لكم. كنتو عارفين داك الشيء. وملي ما تشد شيء جمال راه شنو غادي نديروا؟ غنخرجوا نطرطقوا الرمانه ونقولوا انه راه ماتت مسمومه وكذا، لانكم نتوما في اخباركم عندكم الهضره في دماغكم وتقريبا متاكدين انها انتحرات. فهمتي؟ كنتو تتسناو غير هذاك الانتحار تلصق في جمال،
فهمتي؟ انا تلصق جمال هو اللي دارها، ولكن من حسن الظروف وحسن الصدف ان جمال داك الوقت ما كانش في القنيطره كامل، ولا ما كانش حتى في مدينه قريبه لها، بل كان في واحد المدينه بعيده بشي 3 ولا 4 ديال الساعات باش غادي يوصل فين هو غيوصل. اذا علاش السؤال للاخت ديال سعاد، علاش ملي انت اختك فايته قايله انها غادي تنتحر ومشيتي وجبرتيها تتكشكش وشميتي فمها ريحه ماشي مزيانه وديتوها للطبيب وقلتي ما داوها للطبيب حتى شركت عليهم حوايجي، علاش ما شركتيش حوايجك على لوبيطال وقلتي لهم اختي راه يمكن تكون انتحرات، راه عاد قالت لي في التليفون او قدامي او راه قالت لك غادي تنتحر، وعلاش قلتي لهم راه بحيت تبغى راجلها يتزوج يمكن تكون انتحرات عتقوها وخليتي الطبيب ما يبقاش يقول الطبيب كاين شي اعراض تتشابه بزاف، ولكن عموما بزاف الاعراض تتشابه. كنتي نباتي الطبيب ديك الساعه تقول له شوفوا ديروا لها غسيل المعده، راه يمكن تكون شربات شي حاجه لان اختي قالت لي كان انت خفتي على راسك، وغير هادشي حضروك وما قالوا لك عندك تقولي وتفعلي وتركي ان كذا، سكتي ضربي الطم ما تقوليش، ياك داوها لوبيطال ياك كذا وهذا يعني ما لحقاتش المراه 48 ساعه ولا 24 ساعه اللي هي مشات فيها مسكينه وتوفات، راهما قالوا موراك تتغلط انت الارشادات على اخره، عندك تقولي عندك ديري خذي التليفون جيبي التليفون جيبي لابيس، فهمتي؟ صافي شدوا طوي وما تبقاش تهضروا كاع على الموضوع، سالينا فضينا، فهمتي؟ وكانه داك الوقت اللي توفات راهما عارفينها بلي مرات جمال وعارفينها، ولكن ضربوا الطم حتى صحاب لهم دابا من بعد داكشي وغيوقع التشريح وداكشي غيشدوا جمال، فهمتي؟ ملي ما وقعش داكشي خرجوا وراكم شفتوا الخرجه اللي خرجوا، اما قتلها فعلها مجرم قتلها بالدواء الكلب اللي قتل به ديال اللي باش قتلوا به الكلب جربوه في الكلب وما عرفياش، وراه عارفين هادشي كله وعارفين ان المراه هي اللي انتحرت. انا دابا تنقول لكم في حاله انها انتحرت فعلا، فهمتي؟ لان ما كاينش شي مبرر اختها تقتلها ما تقتلها، اللهم الا كان هذاك الشروالي فعلا صيفط شي حد لا شي حاجه في الماكله هو ولا العصابه ديالو وقتلوها، هذيك حاجه اخرى باش يلصقوها، فاش يلصقوها في جمال، ايوا هذاك غيولي عاوتاني شي حاجه قويه بزاف يعني هو بزاف على الانتقام، بزاف على الكره، بزاف على البغض، بزاف على اش غنقول لكم بيوتيوب، بزاف على الادسنس، بزاف على اي حاجه كثير. ولكن المنطقي اللي شفتو انا منطقي هو الفيلم دار هكا، وهما فعلا راه نطق بها جمال نهار كي كان عند تحفه قال له الا ماتت سعاد راه قتلها الشروالي، هو اللي قتلها ماشي انا. اذا هنا خصنا نبحثوا، ما نقولوش ان الفرقه الوطنيه ضاغط ما بقاش عارف تضارب في الاقوال ولا تضارب فهمتي؟ هذا تيقول لا راه تسمع منك وتسمع من الاخر وتسمع منها وتعاود تسمع منك وتتاكد منك، بحال جمال قال لك انا مشيت وصلت بالصباح ومن بعد قال لك لا وصلت بالليل ولا وصلت، شوفوا الصباح والليل كاين اللي 12 الليل ولا الوحده الليل تيقول لها ليل، جوج الليل، والراجل مدوخ اصلا سمع مراته ماتت راه ما بقى عارف لا صباح لا ليل لا حتى لا قلنا تضارب في اي اقوال، الراجل ما بقاش ترفع ما بقاش عارف راسو فين هو كاع كاين، واش جالس داير اللايف تسمع مراتك توفات وانت عاد داير مع فيديو كول بالليل تضحكوا تلعبوا ما عارفياش هو ويمو واختو وبناته حتى تتصدق في الصباح قالوا له راه ماتت في الصباح ولا ما عارفه. داك الوقت اللي كان دار اللايف راه كانت المغرب، يعني المغرب غادي يهز طونو يديه وصحابه ويمشي ورا صحابه عارفين وقتاش داو جمال، فهمتي؟ راه قال لك وصلوا هي توفات بالليل، هو كيسمعها توفات راه مشاو ديك يعني غنقولوا دبروا الامور ديالهم باش خداو طونوبيل باش عمروا ليسونس بس مشاو باش يعني خدات منها ساعتين وعاود ثاني الطريق 3 ساعات شي 5 ساعات باش وصلوا، باين وقتاش غادي يوصلوا، فهمتي؟ 5 6 ساعات باش يوصلوا للقنيطره، باين وقتاش جمال غادر المكان اللي هو فيه ووصل للقنيطره. اذا غتقولوا لي دابا شنو الفرقه الوطنيه علاش تتقلب، يعني واش حارت، واش المساله مازال بداك الغموض؟ هنا غنقول لكم كاين واحد العامل اللي هو قوي، هو التليفونات ديال الشروالي والجماعه اللي معاه وديال جمال وديال المرحومه وديال ديك الاخت المرحومه والوالدين المرحومه. هنا غادي يبان اللي غيبان، هنا غادي تبان المؤامره كيفاش كانت، كيف تدبرات، وقتاش كانوا تيهضروا معها فعلا، النوامر ديال كاع ديال الناس اللي يهضروا مع المرحومه، ومع من كانت المرحومه تتهضر بحال اللي قلت لكم بحال والو، يكون شي طرف ما عرفناش كاع يجي فجاه، لا هادو لا هاد لا جمال لا الجروب ديال هادوك فهمتي؟ يمكن يكونوا داروا هادشي كله ولكن ماشي هما السبب الرئيسي علاش تنتحر ديك المراه، او شي حد دار لها شي حاجه، فهمتوا؟ الله اعلم شي سر في حياتها هي ما عارفوا لا راجلها ولا اخوات راجلها ولا اهلها ولا والو، عاد غيبان يمكن، ولكن الاحتمال اللي هو الاقرب
اللي ناضت عليه القيامه، وعلى حسب الاقوال ديال ديك الجروبات وديال دوك الناس. ودابا كل واحد تيفضح في الاخر وتيتفتفوا، وكل طوطو قالت شي اقوال فعلا اللي هي خطيره جدا، تدين 1000% على الاقل بتصرفات. ما غنقولوش بانه قتل عمدا، ولكن انه ساهم في ان ديك المراه بحال دابا لنفرض ام يسرى مرات بوكريشه الاولى الطليقه اللي كانت طليقه كانت انتحرات، واش ما غيكونش مسؤول هذاك داك الشروالي؟ راه غيكون مسؤول على انتحار ديك المراه، لانه دفعها فوق الليميت الحدود ديال الاحتمال ديالها انها تخرج وتضرب في الكبده ديالها. حنا عرفنا فين وصل بها هاد السيده هذه اللي هي سعاد المرحومه، فين وصل بها المواصل انها فعلا تختار انها تسمم راسها تقتل راسها. ما عرفناش عرفتوا نتوما الاسلوب ديالو كي تيبدا يهضر. شوفي راه واحد هادشي حدا الكاميرا تقول لها زيدي دخلي سبقي لي الطوموبيل، شكون قال لك كذا، شكون قال لك هذه، عم الله ورا الكاميرا راه يعطيها طرشه يجمع معها الطرشه. على العموم انا تنقول لكم وكلشي كاع الناس اللي هما عاشروه تيقول لك مستبد حقار تيبقى بعداك ديك حقار تيقولوها حقار مستبد ظالم، تيستغلك تيخليك تشد الزور ولا ما شدتيش ودرتي داكشي اللي بغيتي اللي بغاك هو دير، راه تيعاملك بحال صباطو او اكثر، يمكن صباطو عزيز عليه على بنادم. على العموم انا اش نقول لكم تنظن ان الفرقه الوطنيه ما بقى لهاش شي حاجه كثيره باش غادي باش فكات الشفره ديال هذه القصه هذه، فهمتي، وفكات حاجات ما هياش على بالنا، ما هياش على بالنا، وراه كنت قلتها في فيديوهاتي القدام، حتى شي حاجات ما غنتوقعوهاش كاينه غادي نتفاجئوا بها مستقبلا، فهمتي، غنتفاجئوا بها فعلا ملي غادي يتقبط مول الفعله، او على الاقل الاسباب، نعرفوا الاسباب ديال تداعيات هذا التسمم هذا ولا هذا الشيء. واكيد اي جريمه من بعد كي تتحل الشفرات ديالها راه تيولي عند الحق الصحافه والناس المختصين في هذا الشيء ديال السوشيال ميديا انهم يخرجوا ويقولوا الحيثيات ديالها باش تكون عبره للناس. صافي تيكون اللي دار هذا راه هو في السجن، واللي تحكم عليه تحكم، ومن يعني الاحسن ان يخرجوا السوشيال ميديا ويدليو بشنو وقع، باش الناس تاخذ عبره من القصه وتاخذ اتونسيون من الناس، وما تبقاش دير نفس الاغلاط، وما تبقاش بحال هذيك الشيء دابا بحال الطوطوره فاقت من القلبه في الوقت المناسب، والا كانت غتمشي في مليون 60 داهيه. على العموم خليتكم في امان الله وحفظه ورعايته، تنتمنى ما تكونش خفات عليا شي خافيه، وخلي كامولات الزبيبه مع باطمه، لانك ما عندك ما ديري في ملف ديال سعاد، لان ملف سعاد صعيب عليك بزاف، ويمكن يجرك حتى انت ما تما من شعرك لحد هنا، فهمتي، ما تما لا يصحاب لك راكي في حماس اسبانيا، لا راكي تكون فيها جريمه ومؤامره وتطلعي انت نوامرك وهضرتك وكذاك وكذا حتى هو في المعمعه، راه بلا ما نقول لك، فهمتي، بلا ما نزيد نشرح لك اكثر من هكا. يلا خليتكم في امان الله وحده، مع السلامه.